بصي، هو انا مش قصدي ازعلك، بس انتي محتاجة تزعلي، وهتزعلي على نفسك مش على حد تاني. شوفي، لما اي فيديو ينزل يتكلم ان في رجالة كويسة، وانتي دايما تخشي تحشري نفسك في البوست او في الفيديو وتكتبي فين دول، مفيش يا حبيبتي، مفيش يا استاذي اللي بتتكلم. طيب، احب اقولك ان دي دماغك، اوكي؟ وده اللي انتي هتقعي فيه في الاخر، شخص مش كويس مهما طال الزمن، لثلاث اسباب. السبب الاول ان انا مقتنعة بشيء، واحنا في قوانين كونية، فاللي انا مقتنعة بيه بسمعه للكون، والكون كله مسخر ليكي، فيجذب لك حد مش كويس او يقع في طريقك ناس مش كويسة، ويكاد يكون كمان زمايلك او صحابك مش كويسين وبيستغلوكي. ليه؟ لانك عايشة ضحية، وعايشة ان انت ملكة، خاتون هانم، ما فيش زيك وما جاش زيك وانت ما بتغلطيش. ده اول سبب. السبب التاني والاساسي، وانه حضرتك في تردد. تمام، في تردد، يعني انا ترددي بيجذب نفس الشخص اللي بيكون مراية ليا، بيوقظ حاجة جوايا. فطبعا انا مش شايفة ده، انا شايفة ان مفيش رجالة كويسة. لا، هو في رجالة كويسة وفي رجالة متربية جدا، لكن انت عينك ما بتشوفش غير الوحش، او ما بتجذبيش غير الوحش. لان في معلومة مهمة قوي، ان الست بتجذب، هي اللي بتجذب حد، والراجل هو اللي بيختار، هو اللي بيجي عليها. اوكي؟ اما تالت نقطة، ودي اهم نقطة، ان المشكلة عندك انتي، مش عند الرجالة اللي بتقع في طريقك. عارفة ليه؟ لانك بتبقي شايفة بعينك المشكلة كده عمالة تقابلك كل شوية، كل شوية المشكلة تقابلك، وانا ببرر لها او بعمل نفسي ان انا مش شايفاها. دي اول حاجة. الحاجة التانية، تجارب الناس اللي حواليكي او التجارب اللي انتي بتسمعيها كلها مش مظبوطة، كلها فيها مشاكل. تلاتة، ان تعريف الحب عندك مغلوط، مش صح، وده جاي من الطفولة. ان انا عندي مشكلة شفتها بقابلها في ماما وبابا، في خالتي وجوز خالتي، في اي شخص رباني، وهو اداني تعريف عن الحب بشكل غلط. ولما كبرت شوية بقيت اتفرج على مسلسلات وافلام، الله انا عايزة من الحب ده. فانا اصلا الهيستوري عندي ان تعريف الحب غلط. فمفيش حاجة اسمها ده وحش وده مش كويس. في حاجة اسمها هو أنا بجذب إيه، هو أنا بيقع في طريقي ناس عاملة إزاي، ولو حتى وقع في طريق الوحش هو أنا ليه بختاره. جيبي ورقة وقلم واقعدي اسألي نفسك، هو أنا ليه بجذب ناس مش كويسة؟ هو ليه اللي بيقعوا في طريقي ناس مش كويس؟ أكيد أنا مش عليا ختم إن أنا كويسة واللي بيجيلي مش كويس. ما أنا من كتر ما بسمع تجارب سيئة خلاص بطلي تسمعي حاجات وحشة. ولو سمعتي حاجات وحشة لازم ده يشتغل، مش بس ده يشوف وده يسمع وده يقف. ما هو العين بتشوف والودن بتسمع والعقل بيفكر وبيبرهن وبيحلل. فلما تحللي اعرفي ان اي طرفين سابوا بعض الاتنين لازم يبقوا غلطانين يا فندم. ليه غلطانين يا حبيبة قلبي؟ علشان انا ممكن اكون بدي قوي قوي والتاني يعتبر حق مكتسب، او الاتنين كانوا بيدوا لبعض قد بعض بس مش قادرين يحاربوا، او الاتنين كان فيهم مشاكل، او واحد او واحدة كانوا عايزين يفكسوا الشخص اللي معاهم، فبعد ما أبلورة قمر سابها، او هي خلاص حست ان مفيش experience تاني هاخدها مع شخص متعافي. فنفوق كده، في كويس وفي اللي مش كويس، في الحلو وفي اللي مش حلو، بس اللي بيقع في طريقي دايما مش حلو، يبقى انا عندي مشكلة.